حبس واش فراسك بان كندا وبالضبط حكومه مقاطعه كيبيك هاد السنه حطت 700 مليون منحه للطلبه الاجانب اللي بغاو يجيو يقراو التكوين المهني اللي هو الدي او بي في كندا. كان شحال هادي راه صعيب بزاف باش انك تمشي تقرا التكوين المهني في كندا، لان خاصك ما بين 15 حتى ل 20 مليون وكثر باش تمشي تقرا تما. دابا قولوا لي شحال 3 المليون اخوتي، فقط يكون عندك في الكونت 3 المليون وتمشي تكون تما في التكوين المهني في كندا بالضبط في كيبيك. ولكن كاين شروط بطبيعه الحال اللي هي تكون عندك الامتحان تيست ديال التي سي اف ديال الامتحان ديال اللغه، ثاني حاجه تكون عندك 3 المليون في الكونت، ورابع حاجه هو انك انت اللي غتكلف بالطياره ديالك الي روتور والتامين السفر والماكله ديالك في الطريق وداك الشيء. فاش توصل عندهم تما هما اللي غيتكلفوا لك بكل شيء، بالدورتوار، النعاس، الماكله. الله يسهل على الجميع، بارطاجيو هذا لا فيديو باش كلشي يستافد. التاريخ هو هذا. وبالنسبه للسيت اللي هو www.quebec